عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم مقطعنا عن الخبر الأخير اللي نزل واللي صدم الكل واللي صدم الجماهير عن اعتزال ميسي. واللي ما يعرف شنو ميسي أنا راح أقول لك منو هذا اللاعب ميسي. ولد اللاعب ليونيل ميسي في عام 1987 في مدينة روزاريو في الأرجنتين، وطبعا كان عنده شغف كلش كبير بكرة القدم، ومنذ الصغر كان يلعب هذه الهواية. طبعا كان عمره 3 سنوات وكان عنده بطولات، كان عنده كؤوس. فبيوم من الأيام هو بيبيته راحوا الملعب لتشجيع نادي غراندولي المحلي في مدينة روزاريو في الأرجنتين. فطبعا بيبيته أقنعت المدرب أنه ميسي كان خوش لاعب، يعني ممتاز، مهارات، أسيستات، أهداف. فالمدرب الحمد لله اقتنع ودخل ميسي، فسجل أهداف وصنع وسوى لمسات سحرية. ما أعرف إيش قد فازوا أو خسروا أو تعادل، لأنني أصلا ما كنت موجود وياهم. فطبعا راح لناشئة غراندولي وصعد وراح النيوز اولد بويز في روزاريو، وهم لعب وصعد الفئة وصار نجم. فاختبارات برشلونة هنا صارت بالأرجنتين، أو العفو مو بالأرجنتين، أبوه أخذ إسبانيا على مود الاختبارات مال برشلونة، فنجح بالاختبارات. بس كان عنده مرض مهم، وهذا الذي كان يهدد من مسيرة هذا المرض، انه كان عنده نقص بالنمو، يعني قصير. يعني قصدي كان عنده نقص بهرمون النمو، فهو كان ياخذ الحقن بنفسه من هو كان صغير. فهسه نرجع لقصتنا. ورا ما راح للاختبارات ونجح وصعد الفئة، شارك بأول مباراة إليه بسنة 2004، كان عمره 17 سنة. فالمدرب فرانك رايكارد لبرشلونة في عام 2004 دخل ميسي لإضاعة الوقت، لأن كانوا مسيطرين على المباراة. فميسي بصراحة أبدع، فاعتمد عليه شوية، قام يدخله مباريات هواية، وأول هدف سجله كان ساقطة من فوق الحارس. طبعا المدرب فرانك رايكارد فرح هو ميسي، فشوية شوية قام يعتمد عليه أكثر من السابق، يدخله مباريات أكثر. فلما صارت سنة 2006 صار كأس العالم للأندية تحت 20 سنة للشباب، فهو شارك، وعلى ما أعتقد، ما أتذكر إذا فاز بالبطولة أو أخذ أفضل لاعب بالبطولة، ما أتذكر لأن أنا أصلا ما كنت وياهم. بس سامع معلومة أنه على ما أعتقد ماخذ أفضل لاعب بالبطولة كانت إلى صورة. فبسنة 2007 و2008 2009 ما شفنا شيء حق يذكر، بس ب 2009 شوية بدع حيل، وكان المدرب بيب غوارديولا. فطبعا صاحبنا فرانك رايكارد كان مو حيل مدرب قوي، فيعني طردوه، وهذا السبب انه خلى برشلونة تصير عالية حيل، مكانتها عالية للأندية. صار ثاني أفضل نادي العفو بتاريخ كرة القدم بعد ريال مدريد. طبعا ما أريد أطول هذا الفيديو عليكم. فبسنة 2007 و2008 و2009، بسنة 2009 إجا المدرب بيب غوارديولا، أو يمكن قبل 2009، يمكن 2008 إجا. بس بيب غوارديولا حقق هواي إنجازات، وحقق السداسية وياهم، اللي هي دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وغيرها وغيرها وغيرها. فبسنة 2009 حقق على ما أعتقد الكرة الذهبية، وسنة 2010 كذلك. بس هو حقق هواي إنجازات، وطبعا هو أكثر لاعب حقق الكرة الذهبية. فبسنة 2015 حقق دوري أبطال الثاني بمسيرته، ودوري أبطال الأول
بسنة 2011. فبسنة 2015 حقق الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا كان آخر دوري أبطال أوروبا بمسيرة ليونيل ميسي وبنادي برشلونة كذلك. طبعا بسنة 2016 و17 و18 و19 و20 و2021 ما حقق شيء يذكر غير الدوري الإسباني. فبسنة 2022 بلشت صدمة. ميسي انتقل لنادي باريس، ووعد نادي برشلونة انه ورا ما يحقق كاس العالم راح يرجع لهم. فبسنة 2022 كاس العالم اجى وحققه، فما رجع لبرشلونة، خان الوعد، انتقل للانتر ميامي. فسوى بعد يلعب بانتر ميامي، فوصلنا لهاي السنة 2025 2026. فهو صدم الجماهير وعشاق المنتخب الأرجنتيني ومشجعينه انه راح يعتزل دوليا، لانه يكون مثلا تعب فيعني ومال مثل هذا الشيء، فهو اعتزل دوليا. واللي ما يعرف شنو الاعتزال الدولي، انه ما يعتزل ابدا ما يلعب طوبة، لا، بس يعتزل دوليا يعني بعد ما يلعب بالمنتخب مالته. مثلا راح اعطيكم مثال، ايمن حسين مثلا اذا اعتزل دوليا ما راح يلعب بمنتخبه، راح يلعب بالفريق. يعني مثلا اذا تصير لعبة بالعراق وايمن حسين معتزل دوليا ما راح يلعب ويا المنتخب العراقي. وهذا يعني هو معنى الاعتزال الدولي. طبعا احنا ما ننكر انه خوش لاعب، مع الرغم احنا رياليين بس ما ننكر انه هو خوش لاعب. ومن اسباب الاعتزال الدولي انه صار عمره 38 سنة فتعب. ولهنا أنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان ينال اعجابكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك والشير ودفعة زر جرس التنبيهات. وبس، مع السلامة.